السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ النهارده انا جايبه لكم طريقه حلوه قوي للبيض. طاسه البيض هنعملها على الطريقه التركيه. بجد الطريقه اللي ما يعرفهاش فايته كتير قوي. ميكس حلو جدا، في 5 دقايق هنعملها. هتنفع فطار، تنفع في عشاء، هتنفع في سحور ان شاء الله في رمضان. كل سنه وانتم طيبين جميعا. تابعوني للاخر، ان شاء الله هتستفادوا من الفيديو. انا نور القناوي. ما تنسوش اللايك والكومنت على الفيديو لو عجبكم، وشير لاصحابكم عشان يستفادوا منه. يلا نقول بسم الله ونبتدي. انا استخدمت خضار، استخدمت طماطم وفلفل اخضر وبصلة متوسطة وفلفل الوان احمر واصفر. طبعا على حسب اللي موجود وعلى حسب اللي انت حباه هنستخدم، ولكن هو اساسي الفلفل الاخضر والطماطم والبصل. ممكن نستغنى عن الفلفل الالوان، ولكن طبعا هو مفيد جدا وفيتامين سي، وهيدي طعم حلو قوي لطاسة البيض. انا قطعت الخضار كله كده مكعبات، مكعبات صغيرة. طبعا الطريقة دي على فكرة مش هتاخد معاكم 5 دقايق، حلوة قوي ومنجزة. هتعمليها على طول وانتي واقفة، لو انتي مستعجلة حتى على الغداء ممكن تعمليها. والبيض هنقطعه بالطول، يعني خلي بالكم ما تقطعوش بالعرض، عشان لو اتقطع بالعرض ممكن يتقطع منك، هيبقى شكله مش مظبوط. لكن بالطول هيتقطع اسهل وهيدي الشكل المظبوط للبيض. وفي طاسة على النار سخنة هننزل بمكعب من الزبدة، وهننزل بالبصلة الأول هتدبل بالشكل ده. بعد كده هننزل بباقي الخضار وهنقلبه كويس مع بعض، وهننزل بالتوابل. معلقة صغيرة من كل حاجة، ملح، فلفل اسود، حبة البركة مطحونة، انتوا عارفين انا بحب حبة البركة، وبابريكا، وتوم باودر، كله معلقة صغيرة. وهنقلبهم مع بعض، وبعد كده هننزل بمعلقة كبيرة من صلصة الطماطم أو معجون صلصة الطماطم. لو مش موجود ممكن تضربي طماطميتين وتنزلي بيهم عادي لحد ما تتسبك. هننزل بالبيض، هي طبعا معروفة أو مشهورة بالشكل ده. وبعد كده هننزل بالجبنة الموتزاريلا المبشورة. طبعا كمية الجبنة الموتزاريلا دي راجعة لرغبتك، يعني تحطي كتير او تحطي قليل على حسب ما انت حابه. انا بشرت قطعه من جبنه القشقوان، طبعا دي اختياري. هي بس القشقوان بتبقى بتدي دسامه شويه، جبنه دسمه شويه، فكانت مديها طعم حلو، بس طبعا دي اختياري، ممكن نكتفي بالجبنه موتزاريلا. طبعا التوابل دي اللي هي البابريكا والزعتر هتودي البيض في حتة تانية خالص بجد. كانت مخلية طعمه جميل ورهيب قوي، وريحته حلوة جدا، حلوة وسهلة ومنجزة. في 5 دقايق وانتي واقفة هتعمليها. ازاي ما كناش نعرف الطريقة دي؟ انا بجد مش عارفة، بس هي حلوة وهتعجبك قوي، هتعتمديها يعني هتعمليها يوميا لو جربتيها مرة واحدة. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، والوصفة النهاردة تكون عجبتكم. يا ريت تشيروها لأصحابكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والكومنت على الفيديو. أشوفكم الفيديو الجاي على خير إن شاء الله. مع ألف سلامة.